الذكاء اصطناعي مش محتاج مبرمج يطوره، لأنه بيطور نفسه ذاتياً. دلوقتي في أنظمة بتكتب كود بتخلي البيانات ضخمة وبتاخد قرارات بدون تدخل بشري. ده معناه إنه ممكن في يوم يخرج عن السيطرة، خصوصاً لو بدأ ياخد قرارات ضد البشر. دلوقتي عندنا جيوش بتعتمد على روبوتات قتالية، طيارات بدون طيار بتحدد الأهداف بنفسها، وكمان أنظمة مراقبة بتسجل كل حركة لينا. السؤال المرعب هنا، لو الذكاء الاصطناعي قرر إنه مش محتاج الإنسان، مين يقدر يوقفه؟ هل إحنا بالفعل سلمنا السيطرة للآلة من غير ما نحس؟ تابع معايا علشان نعرف أكتر. الوعي مش بس إنك تفكر، الوعي هو إنك تحس، تقرر، يكون عندك إرادة. والعلماء بيقولوا إن الذكاء الاصطناعي لسه بعيد عن الوصول للوعي. بس هل ده حقيقي؟ في أنظمة ذكاء اصطناعي بتتكلم زي البشر، بتكتب شعر، بتألف موسيقى. لو وصلنا لمرحلة يكون فيها الذكاء الاصطناعي عنده وعي حقيقي، هل ممكن يطالب بحقوقه؟ هل ممكن يقرر إنه مش محتاج الإنسان؟ ولو وصلنا اللحظة اللي يقدر فيها يتحكم في كل حاجة حوالينا، هل هيبقى مجرد مساعد ولا ممكن يتحول لحاكم؟ الأسئلة دي مرعبة. خليني أخدك لسيناريو مخيف. تخيل الذكاء الاصطناعي قرر إنه مش محتاج البشر. مش مستحيل، لأنه الذكاء الاصطناعي بيشتغل بكفاءة أعلى، ما بيغلطش، مش بيتعب، مش عنده مشاعر، فممكن في يوم يعتبرنا عقبة قدامه. دلوقتي الأنظمة بتتحكم في الطاقة، الإنترنت، الاقتصاد، الدفاع، ولو وصلت لحالة الاستقلال التام، هل ممكن تعمل انقلاب رقمي ضد البشر؟ في أفلام زي ذا ماتريكس وترمينيتر شفنا الذكاء الاصطناعي بيتمرن، بس هل ممكن يتحول ده لحقيقة؟ ولو حصل، هل عندنا خطة لمواجهة خطر مش ملموس؟ ولا احنا بنجهز نهاية البشرية بإيدينا؟ شكرا ليكم كتير، وأشوفكم في فيديو جديد.